بما ان حلاوه البدايات خلصت وتقريبا خلصنا اكتر من 10 ايام في رمضان، فبنبدا في الفتره دي بقى فتره الكسل والخمول، وان احنا خلاص اتعودنا بقى ان احنا في رمضان، فبالتالي الحماس والتحفيز اللي كان عندنا تقريبا خلاص خلص. واي حد في دماغه ان في اي عباده معينه هو كان عايز يعملها، طبعا بقى مع الحماس بتاع اول رمضان بينتظم فيها فعلا اول مثلا 10 ايام، بعد كده بيبدا بقى الكسل يشتغل. من كام سنه كنت دايما مثلا بقعد اقول انا لازم اختم القران مره في رمضان، لازم اختم القران مره في رمضان، فكنت بقى بشوف الكلام بتاع الفيس والتيك توك ان مثلا لو انت عايز تختم القران مره بعد صلاه الفجر تقرا كذا صفحه، بعد صلاه العصر، بعد صلاه المغرب، وهكذا، يعني تفضل بعد كل صلاه معينه تقرا عدد صفح. ودي من الحاجات اللي فعلا خلتني لحد 2 3 بس ما كنتش بقدر اختم القران ولا مره في رمضان، لحد ما قرات حاجه في كتاب ان انت لو عايز تحط عاده معينه او انت عايز تعمل حاجه معينه، الحاجه نفسها اللي انت عايز تعملها، زي مثلا ان انا عايز اقرا القران، دي مش الحاجه الصعبه. الحاجه الصعبه ان انا اجيب القران واقعد افتحه واقرا فيه، لكن بمجرد ما بقرا خلاص بندمج وممكن مثلا اخلص جزء او اخلص 2. فانا كنت بدل ما انا بعمل الحاجه دي مره واحده، الحاجه الصعبه اللي انا اقوم من مكاني واروح اجيب المصحف واقعد اقرا فيه، لا كنت بعملها 5 مرات. فبدل ما بتغلب على كسلي مره واحده بتغلب عليها 5 مرات، ودي من الحاجات الفاشله جدا انا كنت بعملها. غير مثلا ان في بعض الاوقات مثلا كان بيبقى عندي جامعه، غيري مثلا عنده دروس، غيري عنده شغل، فبالتالي مش كل واحد فاضي مثلا بعد صلاه الظهر او بعد صلاه العصر ان هو مثلا يقعد يقرا الورد بتاعه. فانا اتعلمت ان لازم احدد ساعه في يومي اقعد اقرا فيه الورد بتاعي بدون ما اي حاجه تقاطعني، بدون ما اي حاجه تشتتني، واقعد كده بتأني كده ما فيش اي حاجه تقاطعني لحد ما اخلص الورد بتاعي كله. سواء مثلا انا عايزه اخلص مره او عايزه اخلص مرتين اختم القران يعني في رمضان، ساعتها بقى مش بقعد اقسمه بعد كل صلاه، لا بقعد الساعه دي بخلص الورد بتاعي كله اللي انا لازم اقراه في اليوم وبس كده. خلاصه الكلام يعني بما ان حلاوه البدايات خلصت، فبدل ما انا اعمل الحاجه على كذا مره واقعد اماطل نفسي واقعد اتغلب على نفسي وعلى كسلها كذا مره، لا اجمعهم كلها في مره واحده واعملها وخلاص. وبكده ابقى اتغلبت على نفسي واتغلبت على كسلي بعد ما اي حاجه انا متحفزه ليها او متحمسه ليها تخلص.